تعالي بقى النهارده لما اقولك ازاي تعملي فراخ مشويه في الفرن وبتدوب وخطيره، احلى من احلى حياتي. شايفين الكل هيتجنن عليها، دايبه وطعمها ما شاء الله ايه زي السكر. يلا بينا نشوف اسرار التتبيله الخطيره بتاعتنا النهارده ايه. جبت بصلايه وطماطمايه وفلفلايه زي ما احنا شايفين كده، هحطهم في الكبه واعصر عليهم ليمونه، وكمان هحط عليهم معلقه زبادي او معلقه لبن رايب، ومعلقه زيت، معلقه دبس رمان، ومعلقه صويا صوص. هحط كمان معلقه صلصه واضربهم كويس لحد ما ينعموا معايا. تتبيله لذيذه وخطيره وبتخلي الفراخ زي السكر. معايا التوابل اللي احنا شايفينها دي بقى، اللي مكتوبه قدامكم، ومعلقه خل، وبس كده. هقلب كويس التتبيله بتاعتي، والسر اللي احنا ننقع الفراخ فيها اطول مده ممكنه. يا سلام لو من بالليل للصبح. جبت الفرخية بقى اللي مغسولة وزي القشطة زي ما احنا شايفين، وعاملة فيها كده بالسكينة تشريحات علشان تشرب التتبيلة، واللحم بتاعها يبقى طري وزي السكر. نقعتها كده وغطيتها بقى بالاسترتش راب، وهسيبها في التلاجة أطول فترة ممكنة. بعد كده احطها في الصينية بالتتبيلة بتاعتها زي ما هي. بعد كده بقى هغطيها بورق الفويل وتحتيه ورق الزبدة، وادخلها فرن على درجة حرارة عالية أول نص ساعة، وبعدين ساعة، وأشيل الورق الفويل واسيبها تاخد وش خطيرة.